وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله هنعمله طريقه باتيه حلوه قوي زي بتاعه الافران بالظبط، كأنكم بتجيبوها من الفرن بالظبط. تمام، بمقادير اقتصاديه والله موجوده في كل بيت. اول حاجه معانا ايه؟ بصوا معانا هنا كوبايه ونص ميه، انا هحط كوبايه ميه بس الاول. تمام، معانا كوبايه لبن. بصوا بقى، عايزين تستعملوا المقدار كله لبن اوكي، عايزين تستعملوا مقدار ميه ماشي. معانا هنا معلقتين خميره. تمام، كل المكونات دي تتقلب مع بعض. في 3 معالق سكر كبار. بصوا كده هنزل بيهم هنا. بصوا معايا هنا بيضتين بس هم عشان صغيرين، المفروض بيضه بس انا عشان صغيرين عندي فرحت حاطه ايه 2. تمام، كل كده يتقلبوا مع بعض. 3 معالق كبار لبن بودر، ده بيدي تيست حلو قوي للعجينه، لا بجد بيخليها روعه. تمام، بصوا كل المكونات تتقلب كده مع بعض. معانا هنا 3 معالق كبار زيت. استنى كده بس، 3 معالق كبار زيت. 1 2 3. تمام، يبقى كده احنا ايه قلنا حطينا هنا ايه كوبايه ميه، معلقتين خميره، 3 معالق لبن بودر، معلقتين 3 معالق كبار سكر، كوبايه لبن، 3 معالق زيت. تمام، بصوا كل المكونات الحلوه دي تقلب كده كويس مع بعض. احنا لسه معانا نص كوبايه ميه. خلاص كده استنى نشيل الحاجات دي بعيد عشان ايه. احنا النهارده هنشتغلوا على كيلو دقيق. تمام، بصوا بقى عشان العجينه تبقى هشه وحلوه هنحط ايه معلقه صغيره خل. الخل بيدي طراوه كده للعجين وايه تبقى كويس. مش عايزين تحطوها بلاش. قلبنا كده كل المكونات. هنا معانا كيلو دقيق هننزله عليه بمعلقه كبيره ممسوحه بيكنج باودر. تمام، يبقى احنا معانا هنا كيلو دقيق هنحط عليه معلقه كبيره ممسوحه بيكنج باودر، هنحط عليه ذره ملح نص معلقه كده اهو بس. خلاص كده هنقلبه كل المكونات الحلوه دي مع بعض. بصوا مقادير حلوه قوي يعني موجوده في كل بيت، هتقوموا تعملوا لولاكم كميه قد كده وحاجه حلوه وجميله. وباي نوع بقى ساعه التوريق هنقول لكم هنعمله ايه. هننزله كده بنص الدقيق، هنقعد نعمل لغايه ما نلاقي العجينه خلاص مش محتاجه المضرب ده. هنستعمله ايه الدينا. بصوا كده ناخد كل كده العجينه. خلاص بصوا كده هننزله بايه بقى مكونات الدقيق. يبقى كده نزلنا بكيلو دقيق. الدقيق ده نخلاه كتير يعني اكتر من 2 3 مرات. تمام، واحنا لسه معانا نص كوبايه الميه، فهشوف لو محتاجين لها نحطوها. نلموا بقى الدقيق ده كله لغايه ما نلاقوا البوله دي نضفت خالص. بصوا كده اهو. شايفين كده بصوا بصوا ازاي. مش عارفه ممكن نحتاج لنص الكوبايه التانية ولا لا، ممكن نحتاج منها معلقتين بس ميه، ما نحتاجلهاش كلها.
طبعا يرجع ده حسب ايه نوع الدقيق. بصوا كده بالمنظر ده كده. بصوا هي ممكن يعني انا اقول لكم ايه، بصوا هتحتاج لايه شويه ميه صغيرين. الميه برضه ما تنسوش اللي هي دافيه عشان الخميره تساعد على تنشيط الخميره. بصوا كده بصوا بقى ننزله بالعجينه هنا. تمام. بصوا نلموا العجين ده كله، هنيجي بقى نعجنوها لغايه ما ننعموها خالص. بصوا كده اهو، نقدروا بقى كده نجيبوها كده ونجيبوها كده. انا كده مش محتاجه الميه خالص، هنفضل بقى ندعك فيها لغايه ما اخليها عجينه ناعمه ما بتلزقش بس طريه زي الاستك. تمام. وهوريها لكم طبعا انا هوصلها لغايه ايه عشان تسيبوها ترتاح شويه. بصوا كده بقى نلم كل العجين كده ونبتدوا بقى نعجنه فيها. بصوا يا حبايبي عملتها ازاي، خليتها عامله زي الاستك بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. قعدت ادعك فيها ولميت فيها، مزودتش شويه نقطه دقيق بس بالامانه حطيت فيها زي ربع كوبايه ميه كمان، يعني الكيلو دقيق ده واخد معايا كوبايه وربع ميه. تمام. هتفضلوا بصوا تجيبوها كده في قلب بعض، يعني ايه تقعدوا تدعكوا فيها. عندكوا عجان هيبقى زي الفل، ما عندكوش شغاله بالايد وجميله. بصوا بقى دي هخليها تخمر زي مثلا ربع ساعه، مش هطول عليها في التخمير لان هي لسه هتريح كتير. تمام. هنشيلها بقى كده بالنسبه عشان الجو برد والجو اصلا ساقعه، انا مدفيه الفرن، مدفيه بس ولعته مفيش دقيقتين 3 دفى. هروح مدخلاها فيها الربع ساعه ديت، واول ما تخمر شويه هجيبها لكم على طول. انا عايزه العجينه تريح. تمام. هطلعها لكم على طول عشان نشوف هنعملها ازاي بقى بالزبده. بصوا يا حبايبي انا دلوقتي جبت العجينه لسه بتخمر. بصوا انا جايبه هنا معايا زبده توريق، دي هتلاقوها في اي حته عند مثلا عند الفرن، يعني بتوع الفرن الكلام ده كله. انا جايباها من بكوس عند محل كبير اسمه خليل الحلواني. دي زبده الطاهي، الكيلو بتاعها عامل 50 جنيه، 50 جنيه. تمام. انا جايبه منها ديت 150 جرام. بصوا بقى انا عملت لكم الباتيه بالزبده صح، بالزبده فرن، وعملت لكم باتيه اللي هو بالعجينه الاقتصاديه اللي هي بالزيت. فالنهارده هنعمل لكم بقى الباتيه اللي هي الزبده ايه مارجرين دي زبده التوريق. تمام. هي زبده حلوه قوي، يعني انا عرفت اللي هي حلوه زي بتاعه الفرن بالظبط. فانا قلت ايه نجربوها مع بعض. بس العجينه تحفه مع ديت ان شاء الله، مع الزبده اللي هي المورقه ديت ان شاء الله باذن الله هتظبط معاكم جامد، تبقى احلى باتيه من احلى اكنكم جايبينه من احلى المحلات واغلى المحلات. تمام. بصوا انا حطيتها في كيسه كده بتاعت السندوتشات او اي كيسه بقى عندكم. هنيجي بقى ايه اللي احنا نفردوها. تمام. طبعا تكونوا مطلعينها من الثلاجه بوقت كافي على ما العجينه تخمر عشان ايه نحطها عليها. انا جربت كل الباتيات طبعا انا بعملها الحمد لله رب العالمين، بعملها حلوه جدا. العجينه بتاعتي بتبقى حلوه طعمها حلو، يعني مش ناقصه حاجه. بس انا قلت بقى ايه ناس كتير طلبوا مني ان انا اعمل لهم باتيهات زي بتاعه الفرن بالظبط، اللي بتبقى الكبيره المولعه قوي وكده اهوت. فانا قلت ايه اجيب لهم والله بقى الزبده دي ونجربوها ايه ونعملوها مع بعض ونشوفوا هتبقى عامله ازاي. وان شاء الله ان شاء الله تطلع تحفه وهتعجبكم باذن الله. بصوا كده اهوت هنفضل احنا بقى نسوي الزبده كده، وبعد كده ايه هنشوف هنعمل ايه. العجينه اهي خلاص والزبده انا عملتها زي ما انتم شايفين كده اهوت، عملتها حضرتها هنا، رشه دقيق اهوت
وهنحط تاني رشه كده محترمه من دقيق عليها، وهنبتدي ان احنا ايه نفردها. بسم الله ما شاء الله العجينه حلوه قوي وطريه كده. زبده التوريق بقى ديت بقى هي حلوه في ايه؟ بصوا هي حلوه اللي هي ايه، ما بتسيحش. تمام. انا بصراحه انا ما بحبهاش، بس انا يعني كنت متعوده ان انا اجيب الحاجات من الفرن اصلا، فالفرن عمرهم ما هيحطوا لك زبده فرن ولا زبده نيوزيلندي ولا الحاجات دي. هما بيحطوا الزبده دي عشان بتخلي الحاجه بتنفخ، فدي زي ايه بتغلي من جوه العجين. تمام. بصوا كده اهو، هنسوي العجين كده برضو. بصوا هنحطوا ايه الزبده هنا، اعملوها زي ما انتوا عايزين. بصوا كده، عايزين تفردوها اكتر كده كده كل ده هيتدرى في العجين. تمام. هنيجي نحط العجينه كده عليها، هنحطه دي كده برضو. المهم اللي احنا هنقفله ايه على الزبده. ماشي. هي بس هي دلوقتي شكلها لسه عشان ايه بتلاقوها يعني متفركشه. انا هظبطها دلوقتي تبقى ايه زي الفل. بصوا كده انا دريت على العجين ايه الزبده خالص. تمام. والعجين اهو زي الفل. هنيجي بقى ايه نحط بقى شويه دقيق محترمين عشان مش عايزين العجينه ايه تلزق. تمام اهو كده. هنقعدوا بقى ايه نفرده ندوها كذا طبق عشان يطلع العجين مورق وحلو. بصوا كده اهوت بقى. هتلاقوا ايه كل ما هتدوها طبقات وتطبقوا اكتر. بصوا هما بيسموها ايه بنطه. فكل ما هتدوها اكتر كل ما ايه هتديكوا رقاق، وهتورق الباتيه او اي حاجه. عايزين تعملوه باتيه صغير اللي هو ميني باتيه يبقى تحفه، عايزين تكبروه برضه هيبقى ايه تحفه. المهم انا هعمل لكم كل حاجه انتوا عايزينها. بصوا كده بصوا كده نفرد العجينه على قد ايه ما نقدر. العجينه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك مساعدانا. بصوا كده اما نعمله كده حاجات لاولادنا في البيت وتفتحوا الفرن بقى. حقيقي ما اقولكوش انا بعشق الريحه دي، ريحه العجين والخبز في البيت، مع اني والله العظيم ما كنت بعرف اعمل حاجه خالص. يعني هتقولي اتعلمتي منين؟ اصلا انا متجوزه ما بعرفش اعمل حاجه. جوزي ربنا يبارك له كل ما اعمل اكل طبعا الحمد لله يعني يطلع مش حلو كان بيقول لي لا ده يتعمل كده تعمل كده. حماتي تيجي عندي تقول لي، ماما ما كانت تيجي عندي كانت تقول لي. بس ايه واحده واحده لغايه ما دلوقتي الحمد لله جوزي ما بيعرفش ياكل بره خالص. اي اكل لا انا اللي اعمله له. ولادي نفس الطريقه في كل حاجه بقى. بصوا كده طبعا برضو هنفردوها تاني. بصوا انتوا هتفردوها على قد ما تقدروا. بصوا كده اهوت انا كده ممكن اسيبها تريح شويه. تمام هخليها تريح شويه في التلاجة زي 10 دقايق كده اهوت ونرجع نوريها لكم تاني. طلعتها من التلاجة اهي وابتديت افردها تاني. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك.
العجينه حلوه قوي، يعني انتوا زي ما انتوا عايزين. بصوا الزبده بقى يعني ايه، خلاص اتوزعت على العجين كله. بسم الله ما شاء الله، يعني انا مش عايزه اقول لكم على الجمال والخير والله العظيم، اللي احنا لما بنيجي كده تعجيني بتحسي فيه خير. الحمد لله. بصوا انا جيت بس ايه، شايفين الجمال؟ بصوا على الوش وبس، رشه دي واحده بسيطه كده اهو، عشان هنبتدي بقى ايه اللي احنا نفرد الايه العجين. شايفين الجمال؟ بصوا العجينه حلوه ازاي، هي كده ايه ريحت معانا ايه، الحمد لله. خلاص احنا هنفردها بقى عشان ايه نحشيها، بس نفردها بقى ايه كويس، فرده حلوه عشان يطلع ايه العجين ايه الباتيه مورق وايه ومنفوخ كده حلو. تمام. بصوا كده هنفضل بقى كده نفرد العجين. فردتها اهو على قد ايه ما نقدره. العجينه حلوه قوي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وتحسوا ان هي ناعمه قوي. بصوا بقى عشان يبقى العجين كله ايه الباتيه شكله متساوي، هنيجي بقى ايه هنقص. بصوا الاطراف كده اهو، بصوا كده يبقى ايه شبه. طبعا الحاجات الرفيعه دي مش مش هنرميها، ممكن تطلع في الاخر باتيهيه تانية نروح عاملينها. تمام. بس احنا عشان نسوي ايه يبقى الباتيه كله طالع ايه متساوي. تمام. بصوا كده انا هنا بقى محضره ايه جبنه بيضه ناشفه، الناشفه اللي هي الحادقه عشان اللي هي ما تسيحش في قلب العجين. تمام. هنيجي نقطعه بقى الباتيه، عايزينه كده باتيه حلو ايه وصغنونه كده. بصوا جايبه هنا معايا صاجه حاطه لها مسحه زيت بسيطه، لو مش عايزه تحطي زيت ممكن تجيبي ورق زبده، بس انا عشان مش عندي ورق زبده فرحت ماسحه كده ايه الصاجه. تمام. بصوا بقى هنيجي نعمله ايه، نقطعه بقى الباتيه ازاي. باتيه بصوا كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، حسب ما انتوا عايزين، عايزينه كبير عايزينه صغير دي حاجه ترجع لكم. بصوا كده تمام. بصوا خلوا الاخيره دي يمكن نعمل لكم ايه حاجه ايه ميني باتيه ولا حاجه، بس نيجي نشوف. بصوا هنقطعه دي كده برده، ولا اقول لكم حاجه نشوف هنحشو ازاي الاول ونعمله. بصوا بقى ادي الجبنه كده وناخده كده ايه كده عشان تبقى البدايه كلها ايه الجبنه. هنيجوا هنا على الحرف بص، وهنيجوا نلفه ايه نلفه كده ونيجي نقفله على الجبنه. تمام. عشان تبقى برضو البتايه كلها جبنه هنيجي نحط برضو ايه، بصوا حته بقى مش كبيره نحطها هنا اهو، وهنيجي نلفه ايه بس. تمام. يعني هي لفتين. بصوا نقفله ايه، شايفين نقفله كده العجين ايه كويس، شايفين عامله ازاي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كده. هنيجي نحطها ايه كده على الحته اللي احنا قافلينها. هنيجي نعمل لكم واحده تانية. بصوا نقطعوا الجبنه كده برضو، انتوا بقى حسب ما انتوا عايزين حشوه براحتكم خالص. عايزين تحطوا نوتيلا، عايزين تحطوا بسطرمه، اي حاجه. تمام. في باتيه بالبسطرمه، انا كنت بجيب باتيه من الفرن بالبسطرمه، بس انا من يوم ما عملتهم في البيت بقيت ايه ما بشتريش. ماشي. بصوا بقى كده هنجيبوا حته تانية كده اهو، وهنيجي برضو
نقطعوها كده. بصوا كده. هتيجوا بقى ايه، في يقول لي ايه شكلها متفركش مش قد كده، نروح جايبين كده السكينه ونقطعها كده بحيث اللي تبقى كلها شبه بعض. ماشي تمام. هنحطها كده بس نوسع ما بينهم. بصوا هخلص كل الكميه دي وهرجع لكم على طول. حبايبي الكميه هي خلصت، دي الكميه كلها. بصوا عملت هنا الباتيه ده بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله هيطلع الكبير اللي هو بتاع اللي بنجيبوه من الفرن الكبير. وعملت بقى ايه الكميه التانيه اللي هي طلعت معايا ميني باتيه. بصوا عاملين ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا التوريقات. بصوا ان شاء الله ان شاء الله كده يطلع باتيه زي الفل باذن الله. وبصوا بقى انا دلوقتي برضو مولعه الفرن اللي انا ادفيه عشان الجو ساقع، هسيبه يريح او لغايه ما نشوفه ايه العجين حجمه عالي. اروح جايباه ونشوف هندهن الوش ايه قبل ما نخش نخبزوه. هسيبه بس يريح يعني الباتيه ده يعلى شويه. تمام وارجع لكم على طول. حبايبي بصوا الباتيه يعني هو عالي شويه. فانا دلوقتي مولعه بقى الفرن خلاص على الاخر عشان يسخن قوي. فهنا جايبه معايا بيضه حاطه فيها شويه لبن عشان ندهن بقى ايه الوش بتاع الباتيه كله. مش عايزين بيض بلاش. تمام بس عشان الوش بتاعه يطلع متحمر كده وايه يبقى شكله حلو. وربع معلقه عسل او مثلا شربات من اللي هو التقيل قوي بتاع الكنافه. فهنحطه. بصوا كده البيض خلاص. هنيجي بقى احنا ايه كده ايه نروح دهنين بقى ايه الباتيه بس بالراحه عشان ايه ما الخمر بتاعه ما يهبطش. طبعا لازم تولعوا الفرن بقى ايه على العالي عشان خاطر يسخن ايه بسرعه عشان يخش ده فرن سخن قوي. تمام عشان يخمر اكتر عشان يعلى اكتر باذن الله. وان شاء الله كده اللي هيجربه بطريقتي بخطواتي ان شاء الله يطلع زي الفل. بصوا كده اهو. طبعا بقى انت عندكم حبه البركه، عندكم سمسم، براحتكم بقى خالص. في اللي بيحط مثلا اللي هو الجبنه التركي عليها اللي هو مثلا عشان تعرفوا مثلا تعلموا. ده بقى اللي عايز يعلم بقى ايه اللي هو عامله بالنوتيلا او بالجبنه بقى والحاجات دي. بس انا النهارده انا حاشيه كله بالجبنه البيضاء. بصوا كده. بصوا انا هخلص بقى برضو الصاجه التانيه دي ونرجع نقول هنحطه ايه بقى. بصوا حبايبي خلصت اهي كل الدهان اهوت على الوش. دلوقتي انا معايا هنا حبه البركه ومعايا سمسم. هنيجي نحط بقى الصغير كده. بصوا مش هنحطه ايه كتير بس هي مجرد بس عشان يبقى الشكل حلو. بصوا كده بالمنظر ده كده اهوت. عايزين تحطوا سمسم فيه برضو السمسم بيبقى حلو قوي بيدي ريحه حلوه للعجين. بس انا على فكره بحب الباتيه حتى البنات عندي بيحبوا الباتيه اللي هو بحبه البركه بيدي طعم حلو ومغذي. يعني حبه البركه اصلا معروفه الحبه السودا دي معروفه. بصوا كده بسم الله ما شاء الله جميل قوي. هنيجي نحطه مثلا هنا في الباتيه هنا الكبير هنحط شويه سمسم كده. برضو ايه ما نحطوش ياما مجرد بس عشان شكل حلو بس كده للباتيهيه. وممكن تسيبوها ساده خالص. بصوا كده اهو. نحطه في الصغنن دوت برضو كده شويه ايه حبه البركه. بصوا كده. فاحنا بقى دوت هندخلوه على فرن سخن. انا سايباه على اخر درجه. هيقعد بالظبط حسب بقى كل فرن هيقعد من ربع ساعه ل 20 يعني من 15 دقيقه ل 20 دقيقه. هندخله هنشوف اول ما الوش يحمر نولعه الشوايه. لو الفرن شغال من فوق ومن تحت نخلوه هي ربع ساعه تلت ساعه ان شاء الله وهيطلع زي الفل. واول ما يطلع هنقول لكم هنعمل فيه ايه على طول. مش هقوم بقى ادخله الفرن دلوقتي على طول. حبايبي الكميه خلصت. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تحفه وهاشش وطعمه ملهوش حل. بصوا انا عايزه اوريكم. بصوا السوا بتاعه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك فظيع. بصوا دول الكبار. تمام. بصوا بقى الصغننين جمال قوي.
ده الميني باتيه ده. شوف ده الكيلو بقى، الكيلو عامل كام. عايزه افتح لكم واحده كده. بصوا ديت، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا من جوه، بصوا عامل ازاي. بصوا حشوه الجبنه فظيعه. بصوا كله كده ايه مفرغ كده من جوه، حلو قوي وطعمه كمان يعجبكم قوي. عايزه افتح لكم واحده من الكبيره. بصوا بصوا عامل ازاي، والحشوه بتاعته والله العظيم ملهوش حل بجد بجد. يعني لو ما جربتوهوش وزادة التوريق دي حلوه قوي كمان. جربوا وصفتي وجيبوا الزبده ديت، هتلاقوا عند اي محل بتاع مستلزمات اللي هي الحلويات، هتلاقوا عنده. هو كيلو، انا قلت لكم جايبه كيلو عامل 50 جنيه. والله تحفه، اللي هي زبده الطاهي، زبدة توريق، حلوة جدا وجميلة، نفس طعم الباتيه بالظبط اللي انت جايباه من الفرن. يعني انت بصي مش هتفرقوا عنه حاجة خالص. والله بجيب الباتيهية الواحدة طبعا، بس بتبقى اكبر من كده كتير. دلوقتي بتخش في 7 جنيه، في 10 جنيه الباتيهية الواحدة، كتير. انا عامله الكيلو ده كله، يعني كيلو دي والله ما وغير احنا. بص انا اكلت منه انا والولاد. لا بصراحه ما اتكلفش معايا. فاللي يجرب الوصفه بتاعتي يكتب لي في الكومنتات، واللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.